يصبح النور، يصبح الفل والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. وينكم وش نحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. اليوم هبطت لكم فيديو على خاطر عندي مديدة غايبة عليكم، ما فهمتش شنية المشكل، الفيديو ما يحبش يهبط.
ولهنا 7 متاع الصباح تتعدى الكار، تهز التلامذة من قدام الدار. إن شاء الله ربي ينجحهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. فطوري اليوم شوربة بالحوت وسلطة مشوية. يا بسم الله، فطورنا اليوم شوربة. حطيت مغرفة طماطم معجونة، مغرفة طماطم شريحة، فلفل مرحي وكركم وشوي فلفل لكحل. هذوما الحويتات شلبة ومجل، نظفتهم، حطيت لهم اللفاح اللي نفوح بيه الحوت. أنا الشوربة نحبها مشخشخة بالحوت، ما نحبش اللهم كيشي باش نطيب شوية شوربة نعمل فيها كعبة ولا حاجة. هذه الشوربة باش نبعث منها لأمي، فطور أمي. شوفوا المجل بالعظم متاعو. كعيبتين مجل وكعيبتين شلبة. باش نحط الفحم متاعي ونصب شوية زيت زيتونة، وبعد تالي نار كي يغلي نرمي كعبات حوت. بعد ما يغلوا شوية نخرجهم، بعد نرمي الشوربة. يا بسم الله. الزيت راهو انتي والعائلة، والشوربة ما تجيش مزيتة برشا. انا والله كي تلقاها برشا معناها في العائلة نحط طماطم معجونة، كي تلقينا وحدنا ديما نحط طماطم شايحة كهو شريحة. اخت سهلتني قالت لي شنية الشريحة، انا نعرف كان شريحة الكرموس. الشريحة ذي طماطم تاع الصيف نشرحها، وانا ديجا عاملة فيديو على طماطم الشريحة بنينة برشا، ما فيهاش دواء، انا ما استعملتش الدواء، مصلي عني بيه كيما حطيتها كيما قاعدة. أول مرة حطيتها في اللصلة وبعد تالي بدلتها في الدبابس، خاطر حطيتها في اللصلة قلت كان باش تستحق دواء نحط لها الدواء، وبعد تالي نحطها في الدبابس شوية مصلي عني بيه كيما حطيتها كيما قاعدة، ماهيش في الفريجيدير زادة. هذيك نطيب بيه كسكسي، نطيب شريحة حرفي، سباجيتي ولا مقارونة هاني نعاون منا ومنا. وهذوما الحوتات باش نخلطهم بالباهي بالفحم تاعهم وبعد نرميهم. الحوتات فوحتهم. هذه الشربة عملتها لي أمي في الصيف، إن شاء الله ربي يفضل لي ميمتي. شوربة شعير. هذه مرقة غليت باش نرمو كل الحويتات. أنا الحوتة خلاها كيما هي، نحيلها كان مصارنها أكهو باش تبين لي اللي هي حوتة، ما نحيلها حاد شيء إلا المصارن ولا كل
بسم الله ما شاء الله. بعد ما يطيبوا الحوتات نخرجهم نفس الطبق ونرمي الشوربة يغليوا ويطيبوا وبعدين نخرج. الشوربة ما زدتها حتى شيء، بصل ما حطيتلهاش، والثوم ديجا الفاح متاع الحوت فيه الثوم، اللي يحب يزيدها يزيدها، كل واحد وش يحب. الحويتات متاعنا طابوا، تو باش نخرجوهم. يا بسم الله. فيش كان فما شوية مرق ولا حاجة، تو بعد نرجعو. خليهم يبردوا وبعد تالي ننظفهم. ما قلت لكمش كل القشور اللي في الحوتة من هنا هذاك الكل نحيه منا ومنا، ونحي لها مصارينها وكاهو. بسم الله ما شاء الله. ها حتى طابوا قعدت تاكل اللفاح قعد فيه. تو باش نرمي الشربة متاعنا وشوي معدنوس. بسم الله. فما المعدنوس اللي يحب يرميه من الاول، وفما اللي يحب يرميه في الاخر. تو نخليها تغلي وننظف هاك الحويتات. الشوربة لا تجي حمرا ولا تجي بيضة، تجي معتدلة. بسم الله ما شاء الله. الشوربة متاعنا تو تغلي، نمشي ننظف الحوتات. شوك العظم متاعها، ها يقعد كيما هو، لا يتفتف لحد شيء. ها شربتنا كيما تشوفوا قاعدة تغلي. زدتها شوية ماء سخون حطته باش نمرق بيه زادة. الحوتات نظفتهم الشوك كيما تشوفوا. والله لا نخبي عليكم شيء، اللي نحطه نقول لكم عليه. هذا شوية هروس شريط وشريط، اللي يحبها موزوزة يحط لها، واللي ما ياكلش الحار من غير ما يحط. احنا نحبها موزوزة شوية، ها باش نحط لها مغرفة هروس. نزيد شوية ونرمي لها الحوت هذايا. وهذاك العظم متاع الحوت نحب نرميه، نحب ناكلو وحده. ديجا كليت منه انا كعبة.
نشكر أماني فلاحة تونسية، الحاجة اللي نوحل فيها نكلمها تقولي عليها، يعطيها الصحة وربي يفضلها. ونشكركم انتم على جماعتكم وكومنتاريتكم، نقرأ لكم في كومنتاريتكم هما اللي زادوا شجعوني. لكن الأيامات حبيت نوخر، أما كي شفت كومنتاريتكم شجعتني وفرحتني، يعطيكم الصحة وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. واللي يحب يسألني على حاجة نطيب له حاجة، ما عندي حتى مشكل. هذه الشربة وذوما الحويتات، يعني نخليها تغلي بالباهي، نخليها شوية وديجا نقصلها في الغاز ونخليها تغلي في عقلها. شوربة نعملها بالدجاج، نعملها بالحوت، تجيب اللحم كل شيء تجيب. ما نحط لهاش كمون خاطر عندي شكون في العائلة ما يحبش الكمون زاده. الشوربة تجي فطور معاها شوية سلطة مشوية، شوية زيتون، خبز طابونة، ولا تجي عشية زاده، حاجة خفيفة يزي. نعمل ديما كسكسي، مقارونة، سباجيتي. شربتنا تغلي زدتها شوية مع مرق ماء ولا شنو، وتويكا باش نحط الحوتات خليه يزيد يغلي معاها، يزيد منه يزيد يطيب، منها يزيد يتفتف شوية. هو طايب اما خليه يزيد يغلي فيها، ما نحطوش انا في الاخر. انا الشوربة نحبها فيها برشا حوت. يا بسم الله، وهذا كان فطوري اليوم. الشوربة وحدها تحكم. بسم الله ما شاء الله. ومعاها سلطة مشوية، طبعا جبن، وكل كعبة زيتون، وش طير القارص. اللي يحب يحط قارص يحط، واللي ما يحبش ما يحبش. وك التفاحة بعد الفطور. يا بسم الله. هذا الزيتون اللي عملته بالملح وحطيته في شكارة، بعد ما سقط رميه وتملح نشرته للشمس. تويك باش نعبيه في الدبابس، في الدبابس هذوما يقعد كيما هو. كي نجي حاجتي هاني نجبد وناكل. هذا زيتون المطمر ليش مي، خليها كيكة شايح. اللي يحب يحط له شوية زيت يدهنه بشوية زيت يحط له، واللي يحب يخليها كيك يخليها كيك.
ولهنا وصلت معاكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. سامحوني على الروتار. في أمان الله.